يا صديقي عمرك حسيت ان حياتك بقت عامله زي الفول اللي اتساب على النار ساعه زياده؟ يعني ولا هو محروق ولا هو ناي، بس طعمه مش راكب. تصحى كل يوم وتقول ان شاء الله هبدا صفحه جديده، وبعد 10 دقايق تلاقي نفسك بتتخانق مع الحياه على القهوه وبتكتب هبدا من بكره، والمشكله ان بكره ما بيجيش. النهارده بقى عايز اقول لك لا، بكره هيجي بعد الحلقه دي، عشان كتاب غير حياتك في 30 يوم لابراهيم الفقي مش كتاب تطوير ذات والسلام، ده كتاب بيحاول يعمل فرمطه لنظام التشغيل اللي جوه دماغك. واحنا بقى في الحلقه دي مش هنلخص الكتاب، احنا بقى هنمسكه نفصصه ونفهمه فعلا. ابراهيم الفقي كان عنده فكره محوريه ان كل واحد فينا فيه باور بانك داخلي، بس للاسف يا صديقي الكابل مش راكب. الراجل كان بيقول لك انت مش محتاج تكشف نفسك، انت بس يا صديقي محتاج تفتكر نفسك. في ناس عندها قدرات بس يا صديقي مستخبيه ورا الخجل، وفي ناس عندها مواهب بس مستخبيه ورا جمله انا مش قدها، وفي ناس يا صديقي عندها حياه كامله بس مستخبيه بقى ايه ورا هبدا من الشهر الجاي. الفقي هنا بقى بيدوس على نقطه مهمه، عقلك الباطن بيصدق اللي بتقوله لنفسك. يعني يا صديقي لو قعدت تقول انا فاشل، دماغك مش هتقول يا عم عيب دي طاقه سلبيه، لا هترد عليك وتقول لك تمام يلا بينا نبدا برنامج الفشل للاصدار 1.0. وده يا صديقي بيودينا لاول درس كبير من الكتاب، غير كلامك عن نفسك تتغير حياتك. واحد هيقول طب ما ده كلام متكرر، ايوه يا صديقي بس المره دي بطريقه عمليه. الفقي بيقول لك اكتب صفاتك الايجابيه، ولو شايف نفسك ما عندكش اسال الناس اللي بتحبك، واقرا الكلام ده كل يوم. ليه؟ عشان عقلك يبدا يتبرمج عليه. العادات يا صديقي هي القائد الحقيقي لحياتك. ابراهيم الفقي كان مؤمن جدا ان العادات هي كنترول حياتنا. انت فاكر انك انت اللي بتتحكم ولا ايه؟ لا فوق يا صاحبي، اللي بيمسك الدركسيون بتاع حياتنا هو الروتين اللي بتكرره. الناس الناجحه يا صديقي ومش انضف منك ولا اذكى منك، بس عندهم حاجات انت مش عاملها، عادات يوميه ثابته. الفقي هنا بيركز على 3 عادات. اول واحده فيهم عاده التفكير الايجابي. مش معناها يا صديقي انك تبقى هابي طول الوقت، انما يعني تختار يعني ايه زاويه الرؤيه. زي مثلا 2 كانوا سايقين وعربياتهم خبطت في بعض، واحد ينهار ويقول انا اتدمرت، والتاني يقول الحمد لله انها ما خبطتش حد وانا اللي اتحبس. الفرق هنا يا صديقي زاويه الرؤيه. تاني عاده يا صديقي عاده المسؤوليه. الفقه هنا بيقول لو فضلت تلوم الظروف عمرك ما هتتغير. صراحه يا صديقي هو عنده حق، اللوم بيخليك تحس ان كل حاجه خارج سيطرتك، وده بيقتل اي محاوله تغيير من البدايه. تالت عاده هي عاده الانضباط، اللي هي بقى اقوى عاده فيهم كلهم، اقوى من التحفيز واقوى من الايجابيه واقوى من اي حاجه. ليه يا صديقي؟ لان التحفيز بيجي وبيروح، لكن الانضباط عامل زي الاي تي ام شغال 24 ساعه. قوه اتخاذ القرار. من وجهه نظر الفقي القرار هو اول خطوه تغيير حقيقيه. في ناس ممكن تفضل 10 سنين واقفه قدام نفس الباب مستنيين حد يفتح لهم، لكن الحقيقه ان اي تغيير في الدنيا انه شغل جديد وعلاقه جديده وحياه جديده. كلهم يا صديقي لو خدت بالك بيبداوا بقرار. وعلى فكره يا صديقي هو مش صدفه ان يقول لك كده، لو ما خدتش القرار الحياه هتاخده بالنيابه عنك. وهنا يا صديقي بنوصل للحته الخطيره. الكتاب يا صديقي بيقول لك تعمل ورقه فيها 3 حاجات. اول واحد قرار لازم تاخده، تاني حاجه قرار لازم توقفه، تالت حاجه قرار لازم تغير طريقته، وتقعد مع نفسك كل يوم وتشوف انت طالع لفين. الفقي كان شايف ان الخوف هو السجن اللي عايشين فيه، خايف تفشل فتفضل واقف، خايف تنجح فتفضل واقف برضه، خايف الناس تقول عليك ايه فتسيب حياتك كلها تمشي على مزاجهم. الخوف عند الفقي كان ليه فكره لطيفه. الخوف يا صديقي هو مش حقيقه، الخوف فيلم في دماغك وانت عايشه. يعني انت اللي كتبت السيناريو بتاعه، وانت اللي مثلت دور الضحيه، وانت اللي بتعرض الفيلم بتاعك كل يوم. والحل عندك انك تغير الفيلم. تواجه الخوف خطوه صغيره، ايوه خطوه صغيره، ما تروحش تواجه اكبر رعب عندك، واجه النسخه الحقيقيه زي جرعه تجريبيه كده. اداره الوقت يا صديقي. الفقي كان بيقول جمله عظيمه وهي الوقت هو الحياه. بس تعالى معايا كده نشوف الحقيقه المؤلمه. احنا بنتعامل مع الوقت انه شويه دقايق ببلاش، نقعد 3 ساعات على السوشيال ميديا وبعدها نقول ما عنديش وقت اطور من نفسي. الكتاب يا صديقي بيقدم طريقه بسيطه جدا، وهي قاعده ال3 تلاتات. اول 3 ساعات لشغلك الاساسي، و3 ساعات لحاجات تطورك، و3 ساعات لحياتك الشخصيه، والباقي يا صديقي نوم وراحه. الفقي كان بيحب موضوع الامتنان لدرجه انه كان شايف الشخص اللي مش ممتن هيفضل حاسس ان حياته ناقصه مهما حقق انجازات. ليه؟ لان الامتنان مش بيغير الواقع، الامتنان بيغير نظراتك للواقع. جرب تكتب 3 حاجات بس مش ممتن ليها كل يوم، حتى لو صغيره، يعني مثلا اكله، نوم، مكالمه صغيره. هتتفاجئ قد ايه ان دماغك هتبطل تتضح سلبيا. مميزات الكتاب بسيط جدا، تقدر تفهمه وانت قاعد على القهوه. معظم النقاط يا صديقي تقدر تطبقها فورا، متقسم بشكل يخليك تمشي خطوه بخطوه، وبصراحه لطيف جدا في الشرح، بيكلمك بلغه الناس. هو مشكلته انه عام شويه، مش هيديك خطط واضحه، عنده بعض التكرار في الكتاب. الفقي كان بيحب يعيد عشان يثبت الفكره شويه، محتاج اراده عشان تمشي وراه. ما هو الكتاب مش سحر، ما انت لازم تطبق برضه. الخلاصه يا صديقي ان كتاب غير حياتك في 30 يوم مش دراسه علميه ولا فلسفه عميقه، هو بس ببساطه منول للحياه، هو بس بيزقك خطوه لقدام. لو سالتني يا صديقي قلت له ينفع يغير حياه حد، هقول لك ايوه، بس الكلام ده لو اللي بيقرا عنده استعداد يتحرك فعلا. التغيير يا صديقي مش محتاج 30 يوم، التغيير محتاج قرار بجد، وال30 يوم دول هم فتره التدريب. وانا كده يا صديقي خلصت الدرس، والباقي عليك انت. وما تنساش يا صديقي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.